نبيلة، على مالك يا نبيلة، على مالك يا شيخ، على مالك يا شيخ، تفرق كتير قوي. اول رئيس جمهوريه على ما اعتقد يحضر مباراه كره قدم او افريقيه او نهائي افريقي يعني. انا مش متذكر اذا كان حدث قبل كده في اي عصر من العصور اللي فاتوا. انا اسلم على كابتن محمد لطيف، وكابتن محمد لطيف بقى قاعد يقول شرف كبير المعلق ان رئيس الجمهوريه يسلم عليه، يعني كانت قصه يعني. يلا بقى رائع. هو يعني زي القزم بالنسبه لهم طولا يعني. يقول لك الخطوره اللي في الدنيا، منتهى الخطوره، وتحس ان الكوره على خط الجون. لما شفت التسجيل بقى بصوت كابتن محمد لطيف برضو، الكور دي مثلا الكوره لا لسه بره 18 طبعا. كان الراديو بقى يعني هو بيعصبنا زياده لان احنا طبعا بنقلق زياده. المباراة النهائية بقى اتلعبت ما بين المقاولين وفريق باور ديناموس بطل زامبيا. مباراة الذهاب كانت في زامبيا حاجة و20 نوفمبر تقريبا 82. والمباراة ذات لنا راديو برضو شفناها مسجلة بعدها بيومين. استطاع المقاولين ان يفوز على بطل زامبيا على ارضه 2-0. المباراة ذات لنا على الراديو نبيل ابراهيم احرز الهدف الاول للمقاولين. وبعد كده في الشوط الثاني ناصر محمد علي احرز هدف رائع، رقص اكتر من مدافع كده برشاقه وحطها في سقف الشبكه. نجيب المستكاوي في الاهرام قال ان ناصر محمد علي رقص عمالقه دفاع باور ديناموز، واستطاع ان يحرز هدف يعني رائع، اللي هو يعني زي القزم بالنسبه لهم طولا يعني. استطاع انه يرقصهم واحد والثاني ويحط كوره بمهاره عاليه جدا في سقف الشبكه ليفوز المقاولين على باور ديناموس بطل زامبيا على ارضه 2-0. وكده قطع 80 او 90% من المشوار نحو اللقب. مباراة العودة كده يعني اتسهلت جدا على المقاولين بالفوز الرائع الغير متوقع على باور ديناموس بطل زامبيا. بنسمع المباراة في الراديو، الكابتن لطيف طبعا بيذيع الراديو غير التلفزيون خالص. يعني كابتن لطيف مثلا في كور وهجمات على المقاولين، يعني هجمات على المقاولين كان يقول لك منتهى الخطوره اللي في الدنيا، منتهى الخطوره، وتحس ان الكوره على خط الجون. لما شفت التسجيل بقى بصوت كابتن محمد لطيف برضو، الكور دي مثلا الكوره لا لسه بره 18 مثلا. بس هو طبعا كابتن لطيف من كتر ما هو يعني اعصابه بقى مع الفريق ومتنشن وخايف على المقاولين يدخل فيه هدف. طبعا كان احنا في الراديو بقى يعني هو بيعصبنا زياده لان احنا طبعا بنقلق زياده، حاسين ان في خطوره فظيعه على الفريق المقاولين. وفعلا طبعا كان في هجمات خطيره، ولكن في الراديو بقى كنا دقيقه بدقيقه وثانيه بثانيه، لدرجه في كوره كابتن لطيف وفي كوره قال فيها جون، يعني انها دخلت جون في فريق المقاولين، وكوره عدت بالعرض وما لقيتش حد يقابلها وحاجات كده. فطبعا كابتن لطيف كان يعني متوتر جدا وخايف على فريق المقاولين، واحنا بقى مش عارفين ايه اللي بيحصل في الراديو. لكن لما شفنا بقى بعد كده في التلفزيون طبعا شفنا بقى باعصاب هاديه وباعصاب رايقه وعارفين النتيجه وفرحانين بفوز المقاولين على باور ديناموس 2-0. كده بقى في انتظار مباراه العوده في استاد القاهره. هتلعب في استاد القاهره يوم 3 ديسمبر، الجمعه 3 ديسمبر 82، نهائي كاس افريقيا للانديه ابطال الكؤوس، مباراه العوده ما بين المقاولين وباور ديناموس بطل زامبيا. مباراة العودة بقى كانت أول مباراة يحضرها رئيس جمهورية. الرئيس السابق حسني مبارك حضر المباراة دي، أول رئيس جمهورية على ما أعتقد يحضر مباراة كرة قدم أو أفريقية أو نهائي أفريقي يعني. فأنا مش متذكر إذا كان حدث قبل كده في أي عصر من العصور اللي فاتوا، ولكن شفنا بقى على الهواء كان حضور الرئيس حسني مبارك مباراة المقاولين وباور ديناموس. طبعا كان مباراة بقى أشبه بالعيد بقى، احتفالية لأن المقاولين فايز هناك 2-0 والمباراة سهلت عليه. اتفرجنا على المباراة طبعا في التلفزيون، واعتقد برضو المقاولين كان عاملها بأسعار مخفضة جدا يعني، ما كانش مجانا يعني. وذهبت الجماهير المصرية بكل انتماءاتها لتشجيع المقاولين العرب، أهلي وزمالك وإسماعيلي وكل جماهير مصر، وامتلأ استاد القاهره برضو. والمقاولين نزل طبعا، انا فاكر طبعا الرئيس حسني مبارك نزل سلم على الفريقين، وهو طالع سلم على كابتن محمد لطيف، وكابتن محمد لطيف بقى قاعد يقول شرف كبير المعلق ان رئيس الجمهوريه يسلم عليه، يعني كانت قصه يعني. المهم بعد كده ابتدت المباراه. مفيش يعني في اول 10 دقائق ربع ساعه استطاع عبوده ان يحرز الهدف الاول للمقاولين. هجوم طبعا، هجوم للمقاولين. الشيشيني لعب كره بالعرض عدت، و استطاع كده عبوده ان هو يرمزها في المرمى، وكوره ثانيه برده اتلعبت بالعرض حطها عبوده برده. طبعا كابتن لطيف بقى لخبط في الاسامي، الاولاني قال مش عارف علاء عبد الحفيظ، والثاني مش عارف قال مين اللي جابه الشيشيني. طبعا الهدفين جابهم عبوده في الشوط الاول، وانتهى الشوط الاول بفوز المقاولين على باور ديناموس 2-0 بهدفي عبوده نجم هجوم المقاولين. طبعا المقاولين تشكيله في المباراه دي كان تشكيله بقى اللي هو خاض بيه معظم مباريات البطوله. كان علاء خليل، وكان علي شحاته باك رايت، وكان جمال سالم ونبيل عمار، وباك ليفت زمزم. النص كان سعيد الشيشيني ومحمد رضوان وعلاء عبد الحفيظ. والهجوم كان عبوده ونبيل ابراهيم وناصر محمد علي.
طبعا التغييرات بقى انا مش متذكر قوي، بس يعني هو ده كان قوام الفريق، هو ده اساس الفريق اللي لعب. وفي الشوط الثاني برضو يعني هجمات باور ديناموس كان الحقيقه دفاع المقاولين موقفه تماما، وعبوده احرز هدف ثالث في الشوط الثاني رائع بشماله كده بوش رجله الخارجي من بره المنطقه، راحت في المقص، ولكن احتسب تسلل لتسلل احد لاعبي المقاولين وهو بيشوط الكوره، كان في احد لاعبي المقاولين متسلل، فاعتبروا الحكم متداخل ولغى هدف، احلى من الهدفين اللي دخلوا. فاستطاع المقاولين ان يفوز 2-0، انتهت المباراه واستطاع المقاولين ان يفوز 2-0 على باور ديناموس بطل زامبيا، ويفوز المقاولين لاول مره في تاريخه واول مره في تاريخ الانديه المصريه ان يفوز نادي مصري ببطوله انديه افريقيا للانديه ابطال الكؤوس لاول مره. فاز المقاولين بالبطوله سنه 82 فوز اعجازي بكل المقاييس. طبعا مستر مايكل ايفرت طبعا له فضل كبير في الفوز طبعا، اللعيبه لهم فضل كبير جدا جدا، لعيبه رجاله، لعيبه تحملوا المسؤوليه، عملوا اعجاز في الملعب في كل المباريات اللي خدوها بكل رجوله، ويعني لعب كل يعني ما فيش حد قصر، ادوا اقصى ما عندهم من جهد وعرق، ما حدش فيهم قصر خالص، بذلوا اقصى جهد لتحقيق البطوله لرفع اسم مصر عاليا، واستطاع المقاولين انه يحفر اسمه في خريطه افريقيا، يحفر اسمه على خريطه بطولات افريقيا، ويحفر اسم مصر في بطوله افريقيا انديه ابطال الكؤوس. مرة تبع وتاني بتفوت من سعيد الشيشيني، مش سايبه سعيد بيجري والله ما تخليش يشوط، شاط بره، مش متقاعسين، بالعكس يلا يا عبوده هوبا لسه معانا بياخدها فريق المقاولين. شيشيني هنا ناصر نمرة 11 ويرقص كويس، ناصر فاكر رقص 3 وجاب الجول الثاني، يلا بقى هوبا يا دي بقى يعني مش عاوزه كلام، كلكم شايفينها بتاع زامبيا، يجيب دي عبوده، يا سلام بطل يا عبوده، جابها ولعبها بالعرض، رقص 1 و2 وداخل هو ناصر، هو ناصر وتحطها وبره. يلعبها لزمزم على شماله، بيلعب بقى ياي لسه جوه هوبا علاء عبد الحفيظ وفات 34 دقيقة. المقاولين كان أكمين هيتعاد اهو بالبطيء، خد بالك شوف الإعادة اهو، بيشوط جامد على شمال الجول جوه، هي حلوة والجول بيرمي نفسه عليها. علاء عبد الحفيظ جول اول جول للمقاولين 1-0، واللي جابه علاء عبد الحفيظ وفات 34 دقيقة. المقاولين كان أكمين هيتعاد اهو بالبطيء، خد بالك شوف الإعادة اهو، بيشوط جامد على شمال الجول جوه، هي حلوه والجول بيرمي نفسه عليها، حاجه جميله جدا جدا جدا. عبوده هيمضي سعيد الشيشيني، سعيد هيلعبها بره هو جول
حلوة حلوة. نبيل إبراهيم هيدي عبودة، هيدي سعيد الشيشيني. انت سعيد الشيشيني، وسعيد هيلعبها بره، هيلعبها بره. جول وابتدأ الشوط الثاني من ثواني، وعلى يمينك المقاولون وعلى شمالك وادي شوطة، أول شوطة وبيحط. برافو يا علاء، برافو يا علاء. أول لعبة بين الثلاث خشبات لهم هيدز أهو، مسكها علاء جميلة أوي 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 أوي. لما دخلت في أوضة اللبس قالوا لي إن علاء عبد الحفيظ صحيح شاط وعبودة لمسها اللمسة الأخيرة، وكذلك لما طلع سعيد الشيشيني لما تشوف هيعمل إيه. عبودة هو اللي جاب برضه اللمسة الثانية والثالث، يبقى هاتريك لأن عبودة لمسها، النوبة الأولانية لغى جول. معلش اهي جول اهو، ما اعرفش لغى ليه، ما نعرفش لغى ليه، ما نعرفش. وزمزم وامشي طويلة قدام على عبد الحفيظ من ناحية الشمال، وطويلة. على مالك يا نبيل، على مالك يا شيخ، على مالك يا شيخ، تفرق كتير قوي. كل دي حاجات جميلة جدا، وكل ما بتقرب النهاية كل واحد ما خايف على النتيجة. وزمزم لعبد الحفيظ، شوف بقى عبد الحفيظ، لا هوبا ياي قنبلة، شوطة حلوة وصدة احلى، وحاسين ان الوقت الاصلي على ساعتي خلص، الوقت الاصلي على ساعتي خلص. وصفر الحكم وانتهت البطولة، فوز المقاولين العرب 2-0. ألف مبروك لمصر، وألف مبروك للمقاولين العرب، وألف مبروك للمقاولين العرب. و2-0 هي، ورئيس الوزراء استقبلنا لما رجعنا، والوزراء استقبلتنا وراحوا امبارح لهم، وكل الوزراء وكل الناس المسؤولة راحت شجعتهم. ألف مبروك. لعيبة المقاولين العرب بيعيطوا فرحة النصر. وعقب المباراة هنا رئيس اللاعبين وقام بتسليم فريق المقاولون كأس البطولة. بعد كده كانت فتحة خير. البطولة دي قعدت في مصر سنين طويلة، ما خرجتش من مصر، يعني قعدت كذا سنة أندية مصر تاخد البطولة دي. والحقيقة يعني كل التحية لرجال المقاولين العرب اللي فازوا بالبطولة دي، الأسماء الرائعة اللي يعني بذلت أقصى جهد وشرفت مصر ورفعت راسنا وفازت ببطولة غالية جدا جدا، بطولة أندية أفريقيا لأندية أبطال كؤوس 82 مع فوز المقاولين.